يا صباح الفضايح والأسرار اللي محدش يعرفها. لو فاكر إنك شفت كل حاجة في الدنيا دي يبقى لازم تعيد حساباتك تاني. العالم اللي احنا عايشين فيه مخبي بلاوي وتفاصيل أغرب من أفلام الخيال. هنبدأ من بلجيكا مع شاب قرر يتحدى قوانين الفيزياء، ومنها هنطير لعمق أفريقيا ونشوف بشر بيمشوا في الهواء لسبب محدش يتوقعه. مش بس كده، ده احنا هندخل المطبخ ونشوف أكلات غريبة ممكن تخليك تغمض عينك وانت بتشوفها. ونختم بمعجزة النحت على الخشب اللي بتحول المستحيل لواقع. ركز معايا في كل تفصيلة جاية ويلا بينا. تعال بقى أوريك أغرب شخص في بلجيكا. الشخص ده دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية عشان الحركة اللي بيعملها دي. ده الفنان الاستعراضي ستانيسلاف فيسوتسكي، وهو واحد من أمهر لاعبي الجمباز في العالم. زي ما انت شايف بيقدر يقف على راسه وبيلعب بالكور عادي، ولعب بأكتر من 10 كور في المرة الواحدة. وخد المعلومة دي بقى عندك، الحركة دي علميا بتسمى التوافق العضلي العصبي المقلوب، وفيها المخ بيضطر يترجم إشارات الجاذبية بالعكس تماما. وده إنجاز بشري جبار خلاه يتسجل في الموسوعة كأقوى توازن استعراضي. سيبك بقى من توازن الاستعراض وتعال شوف التوازن اللي معمول وسط الغابات. تعال بقى أوريك الناس اللي بتمشي بالخشب، ومش عايزك تستغرب، بس ده اللي بيحصل في أفريقيا لحد دلوقتي. دي قبيلة بناو في إثيوبيا، ورغم كل التكنولوجيا اللي حوالينا لسه بيتمشوا بالخشب ده اللي بيسموه كرامبا، وعاملينه عشان يحميهم من الحيوانات المفترسة والزواحف اللي في الأرض. واللي هيجننك بقى إن الخشب ده بيوصل طوله لأكتر من مترين، والناس دي بتتعلم تمشي عليه من وهي عندها 5 سنين بس، لدرجة إنهم بيقدروا يجروا ويصطادوا وهم فوق الخشب ده بمنتهى السهولة، وكأنه جزء من رجليهم الطبيعية. سيبك بقى من اللي بيهرب من الزواحف، وتعالى شوف اللي بيصطاد الحشرات وياكلها. لو فاكر إن الحشرات مجرد قرف بنهرب منه يبقى فايتك كتير. في ناس عملت منها أكلة ملوكي. أيوة يا سيدي، الجراد من أشهر الأكلات في الصين واليابان، بيتحمص لحد ما يبقى مقرمش. وما تستغربش لما تعرف إنهم بيسموه جمبري الصحراء، لأن طعمه قريب جدا من الجمبري المشوي. والأغرب إن منظمة الصحة العالمية بتشجع على أكله، لأن فيه بروتين بيوصل ل 60%، يعني أقوى من اللحمة، وعشان كده بيتباع مغلف في السوبر ماركت. سيبك بقى من قرمشة الجراد اللي محتاجة قلب ميت، وتعال نحلي بقنا بأغرب آيس كريم ممكن تشوفه في حياتك. تعال بقى أوريك أحلى الحاجات اللي ممكن تجربها. هي الآيس كريم الطبيعي اللي مكسر الدنيا في أوروبا وآسيا. ده مش مجرد آيس كريم، ده عرض فني بيتعمل من فاكهة طبيعية 100% وقدام عينك. بيجيبوا الفاكهة ويحطوها على صينية تلج مخصوصة، واللي هيبهرك فعلا إن الصينية دي درجة حرارتها بتوصل ل 30 درجة تحت الصفر، وعن طريق التبريد المرعب ده الفاكهة بتجمد وبتتحول لآيس كريم في أقل من دقيقة، ومن غير نقطة لبن أو مواد صناعية. سيبك من فن الآيس كريم وتعال شوف المعجزات اللي بتتعمل من الخشب. تعال أوريك واحدة من أصعب المهن في العالم، واللي أقل قطعة فيها بتتباع بمبالغ خيالية، وهي النحت على الخشب. المهنة دي مش مجرد شغل، دي صبر وفن. الفنان بيحول حتة خشب صلبة لتحفة فنية فيها تفاصيل مذهلة، واللي هيصدمك فعلا إن في قطع يدوية بيقعد الفنان يشتغل فيها سنة كاملة عشان تخلص. وده اللي بيخلي سعرها غالي، لأنك مش بتشتري ديكور، انت بتشتري شهور من التعب والتركيز اللي مفيش مكنة تقدر تقلده. سيبك من هدوء الفن وتفاصيله، واربط الحزام عشان داخلين على أخطر رياضة في العالم. من أغرب الحاجات اللي هتشوفها في الهند هي مصارعة التيران، بس دي غير اللي في أسبانيا خالص. هنا مفيش سيوف ولا دروع، المواجهة وش الوش وبإيديك بس. اللعبة دي اسمها جاليكاتو، والهدف إنك تثبت شجاعتك وتسيطر على الطور الهايج بنفس الطريقة اللي قدامك دي. والمفاجأة اللي محدش يتوقعها إن القوانين هناك بتمنع استخدام أي آلات حادة، يعني لازم تمسك سنام الطور وتتعلق فيه لمسافة معينة بجسمك وقوتك وبس. والموضوع ده بيعتبروه اختبار حقيقي للرجولة، لدرجة إن الإصابات فيها بتبقى مرعبة، ومع ذلك لسه محافظين عليها كتقليد شعبي من آلاف السنين. في النهاية العالم ده مليان عجايب بنشوفها كل يوم، والحقيقة إن اللي شفناه النهاردة ده مجرد نقطة في بحر الأسرار اللي لسه ما كشفناهاش. دلوقتي بقى عندي ليكم سؤال محير، لو خيروكم النهاردة بين ساندويتش جراد مقرمش أو تجربة مصارعة التيران في الهند، يا ترى هتختاروا إيه؟ استنى شوف رأيكم وشجاعتكم في التعليقات، وما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك الجزء التاني اللي هيكون فيه مفاجآت أصعب بكتير. أشوفكم الفيديو الجاي، سلام.